رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعاكم جهاد جريشة. الأسبوع اللي فات تم إعلان القائمة الدولية للحكام المصريين على صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم. اتأخرت قوي على فكرة، يعني وصل الاتحاد المصري المفروض في نص 12 اللي فات، بس اتأخرت قوي الإعلان عنها على صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم. مجرد ما تم الإعلان على الصفحة بترتيب الحكام، مشاكل كتيرة تم إثارتها، والحكام كتير قوي اشتكوا القائمة الدولية، سواء حكام الساحة أو الحكام المساعدين. بيشتكوا بالنسبة للترتيب. كان عندنا مشكلتين اتنين، الأولانية خاصة بالحكام نفسهم، والتانية خاصة بمصر، دي هتكلم فيها بعيد عن الحكام. الأولانية خاصة بالحكام هنتكلم فيها. حكام كتير اشتكوا إن ترتيبهم اللي اتحطوا فيه في قائمة حكام الساحة وقائمة حكام المساعدين لا يعبر بأي حال من الأحوال على المستوى والأداء اللي أدوه السنة اللي فاتت. هو الترتيب ده بيتحط ليه، أو ترتيب الحكام في القائمة الدولية بيتحط ليه؟ بيتحط نتيجة لأداء الحكام دولت في السنة اللي فاتت، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي. وبالتالي أنت بتتقيم على مدار سنة، وبعد السنة بتحط الترتيب الحكام القائمة الدولية من أول واحد لغاية 7 في الحكام، وكذلك في المساعدين. خرج الحكام بتشتكي، اشتكوا لأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، اشتكوا لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اشتكوا نائب رئيس لجنة الحكام المصرية محمد فاروق، اشتكوا لأعضاء لجنة الحكام المصرية. الناس كلها اشتكت بصورة كبيرة. الشكوى كان كلها بتتكلم على ازاي اتحط في الترتيب ده. يعني على سبيل المثال امين عمر، اللي النهارده بنبارك له، ومن حكام النخبه الافريقيه ومحترف في الاتحاد الافريقي، من حكام ال20 حكم محترف في الاتحاد الافريقي، والنهارده بيدير افتتاح بطوله كاس الامم الافريقيه النسخه 34، كوت ديفوار وغينيا بيساو، النهارده الساعه 10. امين عمر وطاقم التحكيم بالكامل هنتكلم عليهم لما نوصل للاطقم التحكيميه. امين عمر كان محطوط الترتيب الثالث. امين عمر ترتيبه على مستوى افريقيا الخامس، استحاله يبقى في مصر رقم 3. امين عمر ان شاء الله يكون من المرشحين لكاس العالم 2026، فانت لازم انت كاتحاد مصري ولجنه حكام مصريه تحطه رقم واحد عشان تساعده وتزقه. لان الاتحاد الدولي ازاي هاخد حكم عندك رقم 3 في الترتيب، وانا عايز اوديه كاس عالم بيمثل افريقيا من 5 حكام، افضل 5 حكام في افريقيا. فانت طبعا امين اشتكى واتكلم في القصه دي. في ناس برضو، محمد معروف موجود في كاس الامم الافريقيه واتحط في الترتيب رقم 5. محمد لعب كاس عالم شباب وادى احسن اداء في كاس العالم الشباب في الارجنتين، والراجل برضو من ضمن الحكام المحطوطين في كاس افريقيا، هيصفر في كاس افريقيا. ازاي يتحط رقم 5؟ وبرضو محمد عادل نفس الكلام، اتحط رقم 2، وبرضو من الحكام اللي في كاس افريقيا. الحكام اشتكوا بصوره كبيره على الترتيب اللي حصل، لانه ما يعبرش باي حال من الاحوال عن ادائهم الموسم اللي فات، سواء في المستوى المحلي او على المستوى الدولي. نفس الكلام في المساعدين. وبرضه بنمثل الحكام، محمود ناجي اتحط رقم 7، والراجل عمل بطولات في الاتحاد الافريقي وعمل ماتشات في الاتحاد الافريقي وعمل، ففي 4 حكام من 7 اشتكوا. هنتكلم في اليمة التانية في المساعدين، نفس الكلام اللي حصل في المساعدين برضه في الترتيب كان غير طبيعي. هقول لكم مثال واحد، مش هقول امثله كتير، هقول مثال واحد. سامي هلهل الحكم المساعد رقم 7 في الترتيب، السنه اللي فاتت كان رقم 6 في الترتيب. طب السنه اللي فاتت عمل ايه سامي هلهل؟ لعب بطولة كأس أفريقيا للشباب، ولعب النهائي، مثل مصر بصورة محترمة جدا. ولعب بطولة تحت 23 سنة في المغرب المؤهلة للأولمبياد، وكمل لغاية قبل النهائي وعمل بطولة كويسة ومحترمة. ولعب قبل النهائي، مثل مصر في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، من الطقم اللي لعب في دوري أبطال أفريقيا قبل النهائي. هل هو بعد ما عمل الأداء ده، وأداؤه في مصر ماشي بصورة محترمة جدا، بعد ما عمل الأداء ده كله ينزل من رقم 6 لرقم 7؟ لا. الطبيعي ان سامي هلهل بدل ما يبقى رقم 7 يطلع لرقم 3 بعد احمد محمود ابو الرجال محطوط رقم 1 وده حقه. احمد حسام طه محطوط رقم 2 وده حقه. الاثنين دول موجودين في كاس الامم، وكانوا موجودين في كاس عالم قبل كده. محمود ابو الرجال كان موجود في كاس العالم رقم 1 في مصر، واحمد حسام طه كان موجود في كاس العالم الشباب او ناشئين وراح كاس الامم، فمن حقهم ترتيبهم. فالترتيب اللي لو جبت حد وراهم هتجيب سامي هلهل. سمير جمال رقم 3. سمير جمال من الناس المحترمه جدا وماشي بصوره محترمه جدا، لكن بتتكلم على رقم 7 اللي كان رقم 6 بقى رقم 7 على اي اساس؟ الترتيب ده عمل مشكله كبيره بين الحكام المصريين، واشتكوا شكوى كبيره. طبعا الترتيب مش هيتغير، لكن احنا بنتكلم على معايير واسس لازم تتخذها عشان تفيد حكامك الدوليين. الاختيارات مظبوطه، اخترنا الحكام صح. لما اتكلمنا على
في شهر 7 وشهر 8 اتكلمنا عن الناس اللي مكمله 45 سنه وعايز تخرجهم من القائمه الدوليه، قلنا لا. اللي معدت 45 سنه قلنا لا، ما تخرجهمش عشان مصلحه مصر، وهتحقق على ارض الواقع. محمد عادل اللي عدى ال 45 سنه موجود بيصفر في كاس الامم، يبقى في مكان او كرسي موجود في كاس الامم كنت انت هتحرم مصر منه لو كان محمد عادل خرج من القائمه الدوليه. ده الكلام اللي كنا قلناه في شهر 7 وشهر 8، والحمد لله الناس استجابت معانا. محمد حسن وطارق سامي كان عايزين يشيلوهم من قائمه حكام الكره الخماسيه، كره الصالات، ومكملين 45 سنه بحجه انهم عدوا السن. قلنا لهم السن مش معترف بيه في الاتحاد الدولي. طب لما هم سابوهم وسمعوا الكلام والحمد لله رب العالمين ساعدنا، ده الناس دي رايحه تمثل مصر في كاس العالم للصالات في اوزبكستان. فبالتالي كرسيين او مكانين كنت هتحرم مصر منهم. فلما بنتكلم يا جماعه هنا بنتكلم عشان خاطر التحكيم المصري وعشان خاطر الصالح العام. الترتيب اللي حصل يضر الصالح العام ويضر اسم مصر. هكلمكم في ناحيه تانية بقى في القائمه الدوليه بعيد عن الشكوى الحكام. هكلمكم في المنافس بتاعك لكاس العالم الجزائر والمغرب. هم المنافسين الاساسيين حكام كاس العالم في الزون شمال افريقيا. لما يروح ممثل لشمال افريقيا هيبقى المنافس لمصر هو الحكام الجزائر اللي في كاس الامم وحكام المغرب اللي في كاس الامم. طب المغرب والجزائر عملت ايه؟ احنا ما عملناهوش، والكلام ده اتكلمنا عليه في شهر 7 و8 اللي فات. المغرب والجزائر حطوا الحكام الساحه وحكام المساعدين اللي موجودين في كاس الامم حطوهم في قائمه حكام الفي ار. الجزائر والمغرب عملوا كده لان هم بيدوروا على مصلحه حكامهم. لما تحطهم في منافسه مع الحكام المصريين هتلاقيهم سابقينك باربع خمس خطوات. لاننا في شهر 7 وشهر 8 اللي فات نصحنا وقلنا يا ساده الحكام المرشحين يروحوا كاس عالم 2026 لو تكرمت تحطهم في حكام الساحه وحكام المساعدين، وفي نفس الوقت حطهم في حكام الفي ار، عشان لما يجي في مقارنه بينهم وبين نظرائهم او قرنائهم او منافسينهم في المغرب والجزائر يبقى واخدين خطوه معاهم. للاسف ما تحطش الا محمود ابو الرجال اللي ان شاء الله هننيه على كاس العالم 2026، لان هو بقى كتف بكتف مع حكام الجزائر والمغرب المرشحين ان شاء الله لكاس العالم 2026. لكن امين عمر كان يستحق يتحط في حكام الساحه وحكم فار في القائمه هنا والقائمه هنا. محمد معروف كان يستحق يتحط في حكم ساحه وحكم فار في القائمه هنا والقائمه هنا. كذلك احمد حسام كان يستحق يتحط في حكم ساحه وحكم الفار في القائمه هنا وفي القائمه هنا. ليه؟ عشان لما الناس دي تتاهل وتترشح لكاس العالم 2026 يبقى كل امكانيات الاتحاد المصري اداها لهم وزق زقه كبيره جدا معاهم. لانك انت لو جم الناس دي في منافسه كبيره مع حكام الجزائر وحكام المغرب، لو انت استويت بيهم في المستوى الفني هيبصوا طب ده حكم فار معايا مع ساحه ومع فار مع الميزتين، وانت كحكم مصري معاك ساحه بس او معاك مساعد بس، وبالتالي هيبقى هم واخدوا ميزه كبيره عنك كحكام مصريين. للاسف اللي حصل في القائمه الدوليه ضر كتير بالحكام المصريين اللي هتخش في منافسه غير عادله مع حكام الجزائر وحكام المغرب. حكام الجزائر وحكام المغرب موجودين في حكام الساحه في قائمه حكام الساحه، وموجودين في قائمه حكام المساعدين، وفي نفس الوقت نفس الاسماء موجودين في قائمه حكام الفي ار اللي هم رايحين كاس الامم اللي ممكن يروحوا كاس عالم. وبالتالي الناس بتدور على مصلحه بلدهم مش اسماء. القصه مش قصه مين يتحط فين، لكن القصه ان اسم مصر يبقى موجود في كاس بصوره محترمه، يبقى موجود في كاس عالم بصوره محترمه، واحنا اللي لازم نعمل ده الاول عشان احنا اللي نساعد حكامنا يوصلوا لابعد مدى في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. اللي حصل ده يا جماعه هيعاني منه. اسمعوا الكلام ده قبل الهنا بسنه زي ما بيقولوا. في شهر 3 هتطلع قائمه حكام المرشحين لكاس العالم 2026 بعد كاس الامم، والقائمه دي هيبقى في منافسه شرسه للوصول لكاس العالم 2026. الحكام المصريين انت خليتهم متاخرين خطوتين ثلاثه عن حكام الجزائر والمغرب اللي هينافسوهم للوصول لكاس العالم 2026. فاصل صغير ونرجع مع بعض وموجز الانباء مع الزميله امل الدالي.